تتواصل الاستعدادات في قطر في انتظار كأس العالم، وبمشاركة قياسية اختتمت بطولة الجاليات لكرة القدم في مبادرة لاقت استحسانا كبيرا من الجميع قبل أيام من انطلاق كأس العالم فيفا قطر 2022. عفيف الزرقي حضر النهائي ووافانا بالتقرير التالي. مع اقتراب صافرة البداية لكأس العالم فيفا قطر 2022 تتكاثف الجهود من قبل الجاليات العربية وغيرها من الجاليات في سعي حثيث لتكون حاضرة بأنشطتها خلال العرس العالمي. وضمن فعاليات الجاليات لكأس العالم اختتمت بطولة الفرق لكرة القدم والتي عرفت نهائيا تونسيا خالصا. الحمد لله، معناها نشكر الجاليه اللي نظمت لنا الدوره هذه قبل المونديال. لما تونسيه معناها تشوف اجواء ممتازه، والحمد لله يعطيهم الصحه ليكيب الاخرى، يعطيهم الصحه الاولاد، الفايده الكل في اللمه هذه، والحمد لله يا ربي. أعداد كبيرة من المشاركين في هذه البطولة حتى بتواجد من لم تحقق منتخباتهم المشاركة في الحدث العالمي، لكن قيمتها الآن كبيرة بمساهمتها في تأثيث كأس العالم ومساندة المنتخبات العربية على وجه الخصوص في الحدث المرتقب والذي لا يفصلنا عنه سوى أيام معدودات. هي الحقيقة بطولة ما شاء الله، بطولة عربية فعلا فيها العديد من الفرق العربية المشاركة، تقريبا ما يقارب 250 لاعب و20 فريق عربي من المغرب إلى اليمن. هذا كله في إطار التحضير لعبارة احنا اعتبرناها زي بروفيت لكأس العالم للجاليات التي ستقام بالتوازي مع مونديال قطر 22 الذي برعاية المشاريع والإرث. والحمد لله يعني وفقنا ربي أن جمعنا يعني عديد الجاليات وعديد الجنسيات في هذه الدورة الممتازة، الدورة اللي منظمها يعني مجلس الجالية التونسية. يعني انطلقت البطولة هذه قبل 30 يوم من انطلاق كأس العالم تحضيرا للأجواء يعني المونديالية. بمثل هذه المبادرات تتحمس الجماهير في قطر التي أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال العالم. تحرص الجالية التونسية كباقي الجاليات هنا في قطر على التحضير الجيد عبر تظاهرات رياضية مختلفة بهدف المساهمة في إنجاح الحدث الكروي المنتظر كأس العالم فيفا قطر 2022. عفيف الزرقي، بي إن سبورتس، الدوحة.